ليلى بنت كان الجمال ديالها ماشي عادي. شعرها طويل وكحل، عينيها زرقين فحال البحر. كلشي كان كيبغي يقرب منها غير باش يهضر ويتحدث معاها. لكن ما كانش الجمال بوحدو اللي ميزها، حتى الذكاء وقوة الشخصية. تخرجت من الجامعة بميزة مشرفة وخدمات في وحدة من أكبر الشركات في البلاد. بداو الناس كيهضروا عليها، هاد البنت خدامة وناجحة الله يوفقها. لكن ما كانتش عارفة أن النجاح ديالها والجمال ما كيعجبوش الناس كاملين. كانت عندها جوج صحابات ديال الدراسة، سلمى وجميلة. كانوا كيضحكوا معاها كيخرجوا مجموعين، لكن في قلبهم غيرها ما كترحمش، خصوصا سلمى اللي كانت دائما فحال ظلها. فواحد النهار ليلى بدات تحس بتغيرات غريبة في حياتها. كتنعس، ما كترتاحش، الأحلام ديالها كلها كوابيس. خدمتها ولات فيها مشاكل بلا سبب، شعرها بدا يطيح، ولات تحس بالطاقة ديالها كتنقص. مشات عند الطبيب، داروا ليها التحاليل، كلشي نقي، لكن الإحساس ديالها ما تبدلش. بدات كتبعد على الناس، كتحس بالحزن بلا سبب، والدموع دائما في عينيها. ولات كتنسى بزاف، كتضيع في أي بلاصة مشات لها. حتى لواحد النهار طاحت في الخدمة وغيبات على الوعي. هنا بدات كتشك، شنو وقع ليا؟ علاش حياتي تقلبات بهاد السرعة وبهاد الطريقة؟ واحد السيدة كبيرة في السن كان جارتهم، قالت ليها: أبنتي، راه باين عليك معمولة ليك شي حاجة. السحر راه كيكون هو السبب في بحال هاد الأمور. في الأول ليلى ما صدقاتش، لكن ملي شافت راسها كتغرق قررت تمشي عند راقي معروف. فاش قرا عليها القرآن بدا جسمها كامل كيتحرك ويتخبط بوحدو. بدات تبكي وتغوت. قال لها الراقي: انتي دايرين ليك سحر التوكل من طرف ناس قراب ليك بزاف. هادشي معمول باش يخرب ليك حياتك الشخصية والعملية تهرس. من بعد بزاف ديال الجلسات بدا السحر كيتحل، لكن المفاجأة الكبيرة كانت ملي عرفات منين جايها هداك الشي. سلمى، صاحبتها اللي كانت كتضحك معاها النهار كامل، هي ومرت خالها اتفقوا باش يوقفوا لها حياتها ويخليوها تنهار شوية بشوية بلا ما تعرف كيفاش. فاش بدا الراقي كيقرا ما كانش عارف شنو غادي يكتشف. كل جلسة كتدوز فحال الحرب، كانت كتغيب، كتهضر بشي كلمات ما مفهومينش، فحال الا شي مخلوق وسط منها كيتكلم. الراقي قال: هذا ماشي غير سحر عادي، هذا نوع من السحر الأسود، معمول بالتوكال، الشعوذة وطقوس ظلامية، مربوط بالدم والتراب. ليلى ما بقاتش كتعرف راسها. قال ليها الراقي: خاصنا نعرفوا كيفاش داروا هاد السحر باش نقدروا نحيدوه كامل. بدا التحقيق، مع الأيام اكتشفت البشاعة اللي كانت وراء كل شيء. سلمى ومرت خال ليلى مشاو عند واحد الفقيه قاطع يدو من رحمة الله، معروف في واحد الدوار بعيد على المدينة، تيخدم مع الجن الكافر، كيشرب الدم في الطقوس ديالو. باش يبدا السحر طلب منهم شي حاجة من أثر ليلى، خصلة من شعرها، صورة قديمة، دم أو أثر جرح كانت تعرضات ليه. داروا ليها الفخ، عطاوها واحد الموس ماضي، داروه لها في الكوزينة وقالوا ليها تقطع الخبز. واخا كانت رادة البال، ضربات صبعها، بقى الدم في المنديل، هو اللي خباتو سلمى. مشاو عند الفقي، جاب معاه دجاجة كحلة، قرا عليها طلاسم بالدارجة وبالأمازيغية، قطع الرقبة ديال الدجاجة فوق التصويرة ديال ليلى، جمع الدم وخلى الصورة تغرق فيه، دفنها في مقبرة قديمة وسط الليل مباشرة من بعد ما كملوا الطقوس. قال ليهم من اليوم حياتها غادي تبدا كتسيل بحال الدم ديال هاد الذبيحة، والأخطر هو التوكال. مشى الفقيه مع مرت الخال، طحنوا السنسول ديال القطوط مع تراب القبر المنسي، وخلطوا داكشي مع الطحين ديال الكيكة، وطيبوها في إناء ديال الطين باش ريحته تغلب على ريحة البشاعة اللي دايرين. عرضت سلمى على ليلى وقالت ليها: كولي معنا شي حاجة، اليوم راه عيد الميلادي. ليلى على نيتها قالت، وقالت لها: كل عام وانتي بخير. من تما بدات ليلى كتحس براسها كتخرج من الجسد ديالها، بحال شي حد كيحركها وهي ماشي في الوعي ديالها. كتسمع أصوات في ودنيها في الليل: راكي بوحدك، حتى حد ما غادي يعاونك، رديها ليهم. المراية بدات كتبان ليها فيها الوجوه، وبدات كتشم روايح
خانزة كتجيها وسط الطياب. كان كل نهار في دارها كيبدا الصوت كيطنطن فوق السقف بحال شي حد كيدق بالحجر. كتشوف أحلامها دجاجة كحلة كتجري وراها، وفقيه كيغسل وجهه بالدم وكيضحك كيقول ما تخرجيش من هاد الدائرة، راكي مربوطة بلعنة القبور. الراقي عرف أن داكشي مدفون في المقابر، قال ليها خاصنا نمشيو لنفس المقبرة نلقاو مكان الدفن ونفكو السحر من الجدر. مشى هو وياها وجوج د الرجال كلهم حافظين القرآن، بداو يقراو حتى بدا التراب يتحرك بوحدو. حلو البلاصة، لقاو صندوق فيه الصورة ديالها مسدودة فواحد البلاستيكة، دجاجة مدفونة حداه وعظام صغيرة ملفوفة في توب كحل. شاف الراقي داكشي وقال اللي دار هادشي ما كانش غير باغي غير يضرك، كان باغي يقتلك بالصمت. دفن داك السحر بطريقة دينية، تلا آيات من سورة البقرة، سورة الجن، ومزج التراب بماء زمزم. من داك النهار بدات ليلى ترجع شوية بشوية، لكن مع ذلك بقى أثر السحر الخبيث. من بعد ما دار الراقي الجلسة الأخيرة دفن السحر في المقبرة، بدات ليلى كتحس براسها كتفك بحال إلا كانت مربوطة بخيوط خفيفة وطلقات. الطيف الكحل اللي كان كيتبعها ما بقاش كيبان، لكن القلب ديالها كان مازال ثقيل. كل ليلة كتجيها أحلام غريبة فيها دراري صغار تايهين وسط الغابة، أصوات كيغوتو وواحد الوجه مشوه كيغوت. مازال ما ساليناش. مشات عند الراقي قال ليها ليلى حلي عينك الثالثة، انتي تمثلتي ما بين عالمين، السحر خلاك شفتي حاجات اللي قليل اللي قدروا يشوفوها. دابا خاصك تختاري، تنساي وترجعي تعيشي عادي، ولا تكملي وتولي قوى من السحر اللي دالك داكشي. هي كانت خايفة، لكن الغضب اللي في داخلها ووجع الخيانة خلاها تقول ما غاديش نهرب، غادي نقلب على الحقيقة ونرجع كل شيء. ليلى بدات تتعلم، دخلات عالم الرقية، فقه الروحانيات، الرموز، الفرق ما بين السحر الأبيض والأسود، أسماء الجن وأنواع الطلاسم. لكن الحمد لله إيمانها القوي والفقيه اللي حررها ما خلاهاش تكمل في ديك الطريق. رجعت لطريق الله وبدات صلاتها وصيامها. وفي أيام قليلة سمعت خبار باللي أن سلمى طاحت في الدروج، تهرست من العمود الفقري، لكن هي كانت عارفة باللي سيدي ربي ما كينساش دعوة المظلوم. مرت الخال ولات ما كتقدرش تنطق، لسانها تقطع في عملية من بعد ما مرضات مرض مفاجئ جاها في الحلق. العدالة ما جاتش من المحكمة، لكن جات من عند الله. كنتمنى اللي خدا العبرة والحكمة من هاد القصة ما يبخلش علينا بجيم واشتراك، وإن شاء الله كل نهار مع قصة وعبرة جديدة. السلام عليكم.